الزمالك وفيوتشر 1-1 النتيجه، واداء انا شايفه. طبعا هتقول لي بعد المباراه وضغط بدني واللعيبه منهكه واللعيبه عندها اجهاد، انا معاك يا عم في الكلام ده كله، لكن انت عندك بقى قايمه محليه مع احترامي الشديد يعني غير القايمه الافريقيه. انت القايمه الافريقيه محكوم ببعض اللعيبه، اي نعم لعيبه كسر، فيهم لعيبه كتيره كسر لعيبه ما ينفعش تلعب نادي الزمالك، لكن القايمه لا، انت عندك لعيبه، عندك عدد كبير قوي، عندك انك تختار، عندك انك توفق، عندك انك تلعب لعيبه في اماكنها. في مشكله جدا مع جوميز يا جماعه، مع احترامي الشديد. المباراه لو بصينا لعيبه الزمالك بتجري غلط، اقسم بالله اللي بيفهم كوره لعيبه الزمالك بتجري غلط. انت لو شفت مباراه اتلانتا يا جماعه بتلعب لما ليفركوزن، تعرف الكوره بتلعب ازاي، تعرف ازاي انت بتطلع الكوره يا جماعه، تيكي تاكا يا جماعه. احنا اساسيات الكوره مش موجوده مع احترامي الشديد. احنا عايزين واحد يجي يدربنا كوره يا جماعه، علمنا الكوره العالميه، الكوره الصح. مع احترامي الجوميز، انا معاك ان العقليه واللعيبه والنوعيه، ده زيزو بيجري غلط، ولو بصيت اكينولا بيجري غلط، سيف الدين الجزيري، مفيش تكتيك في الملعب، مفيش جمل، مفيش المثلثات والمربعات، مفيش جبهات بتلعب مع بعضها. مصطفى شلبي ده بص، مصطفى شلبي ده لو باع، اقسم بالله لو انا كمدير فني وربنا ما اشتري مليون جنيه. اي لعيب في مصر مع احترامي الشديد الا 3-4 لعيبه ممكن اللي تزود المبلغ، اللعيبه كلها شبه بعضها، لعيبه مصر كلها شبه بعضها. هي الفكره مدرب يوقفهم صح، والجماعيه ازاي تلعبوا مع بعض بس. لكن ككوره والمصحف ما شفت كوره. لعيبه نادي الزمالك دي غالبيتها لازم تتباع يا جماعه، مع احترامي انا مش عارف انتوا هتفهموني ولا لا، وانا عارف ان جمهور نادي الزمالك جمهور فهيم، يعني جمهور بيفهم كوره. اللعيبه بتجري غلط، تمركزات غلط. زيزو ملوش غير في اليمين، زيزو في العمق ما تاخدش منه بجنيه كوره. زيزو مش من اللعيب الحريف بتاع العمق زي الناصر ماهر اللي يدخل ويرقص ويبص مش بتاع زيزو. زيزو خط بس، رحم الله امرئ عارف اخد نفسه، ياخد الخط ويرفع، واذا كان بيضم للداخل وانتهى الموضوع، او ضربه جزاء اوفر، الحاجات اللي بيعملها زيزو بس. الشمال مصطفى شلبي، شوفوا نهايه مصطفى شلبي، شوفوا من ساعه ما جه مصطفى شلبي نادي الزمالك ازاي بيوصل مثلا الجزء الاخير. الفعاليه ايه؟ لو جاب جول ولا رفع، مفيش، هتلاقي نسبه 5%. لعيبه بتمركز غلط. محمد شحاته مره باك رايت، مره في حاجات بتحصل غلط يا جماعه. ما عمر جابر بيلعب في الشمال، فجوميز بيألف. انا معاك ان في لعيبه كتير عندك لازم تمشي، فلازم بقى تحققوا خلصوا. لازم بقى اللعيبه دي اللي غالبيتها اللي مش هتلعب دي تمشوها، لان مش هينفع حرق الدم يا جماعه مع احترامي الشديد. انت المفروض معنوياتك حلوه بعد الكونفدراليه، بقى مزاجك عالي وهتلعب على سوبر افريقيا، المفروض تجهز تشكيلك الاساسي يبقى معروف مين اللي هيلعب. لكن احنا ما بنلعبش كوره يا جماعه. شوفوا اتلانتا يا جماعه بيضغط على ليفركوزن ازاي، شوفوا في المساحات الصغيره، شوف اصرارهم على انهم يخرجوا بالكوره حتى لو مضغوط عليهم. انت حسام عبد المجيد لوحده ما بيعرفش يطلع الكوره، وعامل لك بيلعب بالشمال ما بيعرفش يطلعها باليمين، فبالك يا جماعه ما ينفعش. ما عندكش لعيبه تلاقي بعضها، ما عندكش تلاقي جبهه في اليمين مثلا محمد شحاته اذا هو اللي هيلعب باكرات فرضا يعني، هتلاعب زيزو معاه حد من نص الملعب يدخل يلعب معاهم كوره، تلاقي الثلاثيات هنا ومثلث هناك وفي الدقيقه والتحركات صح. ده يا جماعه انت بتلاقي 5-6 في ال 18، يعني لو بصينا الاتلانتا كان بيهاجم ب6-7 في ال 18، وبيتحركوا ازاي وبيلاقوا بعض ازاي، وازاي اول ما الكوره كانت بتقطع بيرتدوا شغل حاجه كوكب تاني. لكن احنا في مصر الكوره كلها شبه بعضها، ما فيش حد احسن من حد قسما بالله. هم 5-6 لعيبه اللي فارقين في مصر، كم مدافع على كم حتى المهاجمين ما فيش، ما اعتقدش ان في مهاجمين جامدين في مصر. نص ملعب هتلاقي 1 و2 و3 وانتهى الموضوع. لكن ككوره لا، المدرب بقى لا، جوميز وقف اللعيبه بمكانها يا عم الحاج، ورحم الله من انت محتاج فتره اللعيبه تلعب كوره صح، حد يعلمهم الكوره يتحركوا ازاي. ده في لعيبه بتجري ظهرها للكوره مش عارفه. في لعيب اول ما بيستلم الكوره يا جماعه المفروض انت تروح له تستلم منه، بتلاقي بيجري ظهره للكوره، بيجري غلط مع احترامي الشديد. لا مفيش، لا احنا محتاجين مدرب. انا بقول جوميز اهو ما عندوش حجه. الحمد لله الكونفدراليه ربنا كرمنا عشان الجمهور، وربنا ثم الجمهور بس. لكن ككوره لا، انا مش شايف كوره. ده الزمالك بيلعب كوره، هتقول لي يا عم ارهاق يا عم، الناس كلها ما الاهلي يا عم هو، عشان برضه ما نفضلش بقى نطبل ونتكلم كلمه حق. ما كان بيتنفخ. واوروبا كلها كده، بتلاقي بيلعب في بطوله اوروبا يا جماعه، وفي الدوري بعدها بيومين. ومع الناس ما عادتش بتسافر بجمل، ده بقى بتسافر بطيارات مكيفه يعني شغل وفنادق 7 نجوم وجاكوزي وماكوزي وحاجات كتيره. فمالناش حجه، احنا مالناش حجه ان احنا نلعب كوره حلوه. فنادي الزمالك الفتره اللي جايه كابتن حسين لبيب الحق بيع اللعيبه، في لعيبه كتيره مش مالهاش لازمه في نادي الزمالك، لعيبه كده هنعمل لسته. ناصر منسي لازم يمشي عندك. انا بقول لك اهو، وبقول اهو من المره المليون، زيزو لو مبلغ كبير بيعه. لو جالك في زيزو والناس لسه عايزين يشتروه بيعوه. ومع احترامي الكابتن ممدوح عباس هو بيساعد، كتر الله خيره وشكرا، لكن مش هو اللي يتحكم بقى في النادي.
يعني اذا انت كابتن حسين لبيب جالك مبلغ كبير في زيزو، هات لعيب جامد بقى محترف هنا يلعب مكانه، هات ويخلص القضايا اللي عليك ومشي اللعيبه وجيب لعيبه. وقف الفرقه على عايزين 11 لعيب وحش ودك بدلاء جامده. لكن اللي بيحصل ده انا اسف يعني، ناصر ماهر يمشي، سامسون اجونيلا يمشي، انا سيف الدين الجزيري هات له راس حربه جامد عشان يدوس على نفسه، هات لك 2 سردباكات جامدين، هات لك باك ليفت مع فتوح، باك رايت جامد. هنفضل نتكلم ازاي يا جماعه؟ دكه بدلاء تبقى عندك في دكه بدلاء حلوه. عبد الله السعيد زدك السنه دي، مش هيديك السنه الجايه عشان سنه. ناصر ماهر ده تحافظ عليه. اوباما يسترجل، في لعيبه كده. وطبعا اسامي بقى اللي ما ذكرتهاش، اللي ما بتلعبش رؤى يمشي. في لعيبه كتير لازم تمشي. نادي الزمالك عنده لعيبه كتير جدا مالهاش اي لازمه، بدليل ان الراجل حتى لما بيجي يلعب وهو مضغوط وعنده ضغط بيلعب نفس العناصر. مش هنطول لان الفيديو انا محروق دمي بصراحه من ساعه التعادل. كنا يعني الجماهير اللي راحت دي عايزه بقى سلسله انتصارات عشان تفرح. سلسله انتصارات حلوه، جمهور عظيم اقسم بالله ما تلاقوا ضفر جمهور نادي الزمالك. لو لفيتوا الدنيا ما تلاقوا جمهور نادي زي نادي الزمالك. ده فتره 10 سنين عجاف الجمهور بتاعك كان بيزيد وكان وراك. واديك شفتوا في الاستاد كان عامل ازاي. ما حضرش للنادي الاهلي جماهير وهو بيكسبهم كل سنه زي اللي حضروا لك. ده عظمه جمهور نادي الزمالك. فنتمنى التوفيق لنادي الزمالك، نتمنى بقى نسمع اخبار حلوه، نتمنى ان في لعيبه تمشي، نتمنى ان في بيع، نتمنى ان في اعاره، نتمنى القضايا بقى حلوه، نتمنى زيزو لو جاله عقد حلو بيعه، اي لعيب عايز يمشي وجالك مبلغ بيعه. في عناصر حلوه في القاره الافريقيه، في لعيبه محترفين، في لعيبه محليين، بفلوسك هتجيب وهتخلص. اذا عجبك الفيديو لايك شير كومنت.